من فترة كده كان عندي مشاكل، اللي هي مشكلة ايه، اللي هي عقدة صغيرة كده بنعملها بايدينا كده بتتفك. وبعدين عديت وقت كده حلو يعني. وبعدين جيت مرة واحدة كده لقيت العقدة بقت كلكيعة كلكيعة كبيرة كده. تيجي تفكيها ما تفكش، تيجي تحليها ما تتحلش. وساعتها بقى بالظبط انا كنت فاكرة الموضوع ده، ان انا كان عندي خوف رهيب، لان المشكله اللي انا كنت فيها مشكله كبيره اكبر من إن عقلي يستوعبها. كنت مصدومه جدا. كنت واقعه تحت ظلم شديد. فانا مش عارفه احل الموضوع. على فكره انا جايه لكم من هناك، انا جايه لكم بعد ما اتعافيت، انا جايه لكم بعد سنين. خلاص ركزوا معايا بقى، إيه اللي هتعملوه. ساعه الخوف الشديد ده على طول افتكرت الآية الجميلة اللي ربنا بيقول لنا فيها: ولا نبلونكم بشيء من الخوف. ربنا من رحمته علينا بيبلينا، او الابتلاء بيكون بشيء من الخوف، شيء. لان لو كنا ربنا عطانا كل الخوف كنا هنهلك. فدي من رحمة ربنا. وبعد كده ربنا بيعد لنا الابتلاءات بعد الخوف، والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر مين؟ الصابرين. المهم بقى نرجع لموضوع الكلكعه اللي كانت عندي، وان انا كنت خايفه منها جدا ومش عارفه احلها ازاي، والخوف تملكني. ساعتها بقى بالظبط، والله العظيم والله العظيم يا جماعه، انا بيجيلي الناس اللي هي اصحاب الابتلاءات تقعد كده شويه عشان بيجي لها بشرى من ربنا. انا عن نفسي بحكي على التجربه بتاعتي، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. من ساعه ما ربنا اكرمني وانعم عليا بالابتلاء تملي بيجي لي بشرى، والله العظيم. ابقى قاعده كده، واسمع آية معينة، الاقي حد بيقول حديث نبوي. انا يعني البشرة بتاعتي حديث وآية بس. اشغل التلفزيون الاقي حاجة، افتح القرآن الاقي حاجة، الاقي آية معينة. فساعتها في عز الرعب والخوف اللي انا كنت فيه، ربنا بشرني بآية جت على دماغي، الحمد لله. ودي بقى ما فتحتش حاجة ولا حاجة، ده أنا قاعدة كده ومرعوبة وخايفة. أنا جاية لكم من هناك، ركزوا بقى في الآية دي. بسم الله الرحمن الرحيم: إن ربك لبالمرصاد. والله العظيم أنا كنت مرعوبة جدا. والآية دي ربنا بعتها لي كأن حاجة بتقول لي في ودني. الآية إن ربك لبالمرصاد، لقيت نفسي على لساني على طول: إن ربك لبالمرصاد. يا غادة، ده انتي الكلكعة قد كده. لقيت نفسي بقول: ان ربك لبالمرصاد. يا غادة، ده انتي الظلم اشتد عليكي قوي. ان ربك لبالمرصاد. لقيتني سامعاها في ودني وبرددها بلساني، وعقلي وقلبي بيفهمها. اه، احنا قاعدين هنا وجينا الدنيا عشان نشوف القرآن والسنة بيقولوا لنا ايه ونتبع. كل حاجة بتحصل لنا في حياتنا ليها حل في القرآن والسنة. ويا سلام لما البشرى تجيلك كده وانت قاعد، وتيجي الآية كده تهمس في ودنك، معرفش مين اللي همس في ودني ساعتها. عايزة اقول لكم ان الآية دي ان ربك لبالمرصاد، يعني بصوا خدوا بالكم القوة اللي جاية دي، بصوا خدوا بالكم من اليقين اللي هيتعمل فيكم. ربنا شايفه وشاهده، ربنا عالم بيه، ربنا عارف المكر، عارف التخطيط. فإن ربك لبالمرصاد. يخططوا إن ربك لبالمرصاد، يظلموا إن ربك لبالمرصاد، يمكروا إن ربك لبالمرصاد. فنهدى بقى ونشوف البشرى اللي جات لي دي، طمنت قلبي. ربنا هيجازيهم، شايفهم، ربنا عارف مين الصالح والطالح، ربنا عارف مين الظالم، ربنا عارف مين المؤذي، وهيجازيه. شايفهم وعارفهم وهيجازيه، والجزاء هيكون من نفس جنس العمل. فانا ببشركم الايه اللي جات لي في ودني في عز خوفي: ان ربك لبالمرصاد. استبشروا بيها بقى خير، خدوا مني البشرة دي. مفيش ظالم ربنا هيسيبه على وجه الارض الا لما يجيب لكم حقكم تماما في الدنيا قبل الاخره. مفيش واحد مؤذي ومكر الا ربنا هيجعل ايه؟ تدميره في تدبيره.
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. استبشروا واعرفوا تماما إن ربك لبالمرصاد. أنا غايدة أتمنى لكم السعادة. الفيديو ده صدقة جارية على روح بابا وجميع موتى المسلمين. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.